لو انت من الناس اللي عندهم هدف كبير جدا ونفسك تحقق هدفك وبتصحى كل يوم من النوم علشان تحاول تنجز اي حاجة من هدفك، ولكن للأسف بتلاقي اليوم خلص وانت ملحقتش تعمل اي حاجة مفيدة في يومك، فلو انت عايز تعرف ازاي تقدر تنجز كل المهام اللي انت محددها وتمشي يومك بالطريقة اللي انت عايزها وتعرف يومك بيضيع في ايه، يبقى الفيديو ده ليك. معكم عبد الرحمن إبراهيم، والقناة دي بتساعدك تعرف أسرار وأساسيات القبول في المنح، وده الفيديو الخاص بالنصائح العامة. أولا كده لازم تبقى عارف إن إيلون ماسك يومه زي يومك، عنده 24 ساعة زيه زيك. هتقولي ما أنا عارف المعلومة دي، يعني أنت قلت حاجة جديدة؟ هقولك لأ، ما قلتش حاجة جديدة، بس السر هنا بقى، ما سألتش نفسك قبل كده ازاي ايلون ماسك قدر يحقق كل النجاحات دي وبقى اغنى رجل في العالم؟ انت عارف ليه هو قدر يحقق كل ده؟ ها، عارف ولا اقول لك انا؟ شكلك مش عارف. المهم لانه عارف وقته بيضيع في ايه وعامل جدول ماشي عليه. من الاخر هو اللي مسيطر على حياته، مش مخلي حد ممشيله حياته وعمال يجيب فيه يمين وشمال. المهم انت هتقولي انت عايز ايه يعني؟ بص يا سيدي، لازم تبقى عارف ان انت عمرك ما هتعرف تحل اي مشكلة في حياتك الا لما تعرف ايه هو سبب المشكلة دي. علشان كده اول نقطة معانا وهي اعرف وقتك بيضيع في ايه. انت لو عرفت وقتك بيضيع في ايه هتعرف تسيب الحاجة دي وترميها ورا ظهرك وتركز في هدفك. وهديلك مثال حصل معايا انا شخصيا علشان تفهم. انا عندي هدف كبير جدا وكنت اصحى كل يوم علشان احاول انجز اي حاجة، ابص الاقي اليوم خلص وانا ملحقتش اعمل اي حاجة في يومي. بعد ما دورت كتير وجربت حاجات كتيرة ظهرت قدامي النصيحة دي اللي هي اعرف وقتك بيضيع في ايه. قلت بس هو ده الحل. جيت في اخر يوم وقمت كاتب انا عملت ايه في ال 24 ساعة اللي فاتوا من اول ما صحيت من النوم لغاية ما انا داخل انام تاني. لقيت ان اليوم كله طار بسبب التيك توك. ده اللي حصل معايا انا. فانا كده عرفت وقتي كان بيضيع في ايه. اصل انا ما استفدتش حاجة لما عرفت اخبار العالم ومش عارف مين اتجوز ومش عارف مين طلق ومش عارف مين مات وكل الهري ده بقى. المهم بعد ما عرفت السبب اللي كان بيخلي وقتي كله يخلص واليوم يضيع على مفيش، قمت على طول ماسح التيك توك، ووالله بقى عندي وقت مش عارف اعمل فيه ايه. بالنسبة لتاني نقطة معانا وهي حدد الاشياء اللي انت عايز تنجزها في الاسبوع، وهنعرف ليه مش معنى الاسبوع كمان شوية. المهم ركز معايا دلوقتي. على سبيل المثال انا مثلا في الاسبوع ده عايز اصور فيديوهين وعايز اكتب سكريبت للفيديوهين دول وعايز اذاكر درس كيمياء ودرس فيزياء ودرس احياء ودرس رياضة وعايز كمان اخد 6 دروس اونلاين من كورس مثلا الانجليزي بتاعي وعايز اعمل مشوار مهم مثلا يوم الاثنين. افضل اكتب بقى المهام اللي انت عايز تعملها في الاسبوع ده. اكتب كل المهام اللي انت عايز تنجزها في الاسبوع، وبعدين هات ورقة مكتوب فيها كل ايام الاسبوع وابدأ وزع على كل يوم المهام بتاعته اللي انت كتبتها. بس بالله عليك ما تكونش زي الناس اللي بتاكل ملوخية بالمهلبية وتقعد تكتب حاجات عايزين شهر علشان يخلصوا. كن رحيم بنفسك شوية وافتكر ان انت مش آلة، انت بني آدم. المهم هتبدأ توزع على كل يوم نصيبه من المهام، وخد بالك انك تبدأ بالمهام اللي محددة بوقت. يعني مثلا زي ما انا كاتب في المهام بتاعتي، بعد ما بصيت فيهم لقيت ان في مهمة محددة بوقت وهي المشوار اللي انا هخرجه يوم الاثنين، ولكن مثلا المشوار ده الساعة 2، يبقى دي اول حاجة تحطها في الجدول. مثلا وراك كورس يوم الحد والاربع الساعة 5 بالليل مثلا، يبقى ده أول حاجة تحطها في الجدول، وهكذا بقى. لازم تحط المهام اللي محددة بوقت اللي وقتها مش في إيدك بمعنى أصح، وبعدين تبدأ تحط المهام اللي غير محددة بوقت. مثلا هتكتب السكريبت بتاع الفيديوهات يوم السبت والتلات من الساعة مثلا 8 للساعة 10. مثلا هروح الجيم يوم السبت والحد والتلات والاربع من الساعة 10 الصبح للساعة 12. وافضل اكتب بقى كل المهام لحد ما تخلص المهام كلها. وخد بالك لازم يكون في راحة كبيرة بين كل مهمة والتانية. صدقني اكبر سبب مش هيخليك تعمل المهام اللي انت كاتبها هو عدم اخذ قسط كافي من الراحة بين كل مهمة والتانية. صدقني الراحة اهم نصيحة لازم تكون حاطط لها مكان في الجدول علشان ما تملش وتزهق.
المهم بعد ما عرفنا المشكلة وحددنا المهام اللي انت هتعملها يوميا، انت هيدور في دماغك سؤال مهم دلوقتي، وهو احدد المهام في الجدول بناء على ايه؟ انك تروح الجيم الاول ولا تاخد درس من الكورس اللي انت محدده لنفسك؟ لو بالنسبة لك الاهم انك تروح الجيم الاول، تعالى مثلا يوم الجيم بتاعك في الجدول واكتب انت هتروح الجيم وبعدين ترجع تاخد درس الكورس بتاعك. فانت بتحدد المهام في الجدول على اساس الاهم بالنسبة لك، ثم الاقل اهمية، ثم الاقل اهمية، الى اخر المهام. وفي نصيحة مهمة جدا جدا لازم تاخد بالك منها، وهي ان اول ساعة بعد صحيانك من النوم هي اهم ساعة واحسن ساعة في اليوم كله. علشان كده لو انت فعلا عايز تنجز المهام وتخلص كل اللي وراك، ابدأ بالصعب وسيب السهل في الاخر. يعني مثلا بالنسبة لي كتابة السكريبت بتاعت الفيديو أصعب ولا المونتاج أصعب؟ أنا بفكر ما بيني وبين نفسي، فأنا فكرت لقيت إن كتابة السكريبت بتاعت الفيديو أصعب من المونتاج. علشان كده اليوم اللي أنا هكتب فيه السكريبت بتاعت الفيديو بخليه أول حاجة في يومي، ببدأ بالأصعب وبسيب السهل في الآخر. فأنت هيدور في دماغك سؤال دلوقتي، وهو ليه أخطط بالأسبوع؟ مش معنى الأسبوع يعني هو اليوم ولا الشهر؟ زعلنا في حاجة؟ بص، هو مش كده بالظبط، ولكن انت لو خططت باليوم، على سبيل المثال النهارده السبت، جالك ظرف طارئ ايا كان بقى، معرفتش تنجز المهام اللي وراك في اليوم ده، فبالتالي اليوم ده كله ضاع. فاحنا بنعمل ايه؟ او الناس اللي بتخطط بالاسبوع بيعملوا ايه؟ بيقولك كده يوم ضاع، ناقص في الاسبوع 6 ايام، فبيقوم جاي مقسم المهام بتاعة اليوم اللي هي ضاعت دي على باقي الست ايام، كل يوم يعمل مهمة من المهام بتاعة الأسبوع اللي ضاع. فدي ميزة تخليك فعلا إنك تخطط بالأسبوع مش باليوم. أما بالنسبة للشهر، فالشهر عكس اليوم، الشهر أطول من اليوم. لو أنت حددت المهام دي علشان تعملها في الشهر، هيبقى عندك وقت كتير جدا فاضي. وكمان لو عايز تغير في الجدول، حصل مثلا أي ظرف، هتستنى شهر علشان تغير. فأنسب مدة للتخطيط هي الأسبوع، وعرفت ليه اليوم مش هينفع والشهر مش هينفع. وخد بالك انك لازم طبعا يكون عندك مرونة انك تغير في الجدول كل اسبوع. انت ممكن، لا مش ممكن، ده اكيد يوم السبت مثلا هتلاقي مهمة معرفتش تخلصها لأي سبب، ويوم الاثنين مثلا هتلاقي في وقت كتير فاضي، فتقوم جايب المهمة بتاعت يوم السبت اللي انت معرفتش تخلصها، تقوم حاططها يوم الاثنين وتعملها يوم الاثنين، وهكذا بقى لو ظهرت معاك اي حاجة. وبالمرة واحنا في النقطة دي، عايزك تكتب تقييمك وأدائك في اليوم اللي انت خلصته. وليكن مثلا النهاردة التلات، تعالى تحت أو فوق يوم التلات واكتب تقييمك في اليوم ده، وليكن مثلا 80%، ويوم الأربع مثلا 70%، ويوم الخميس مثلا 95%، ويوم السبت 80%، ويوم الحد 75%، ويوم الاثنين 60%. قيم أدائك في كل يوم. وطبعا هتسألني لازمة التقييم ده ايه؟ بص يا باشا، انت لازم تبقى عارف في كل يوم طاقتك كانت عاملة ايه، يعني انت قدرت تخلص كل المهام اللي انت محددها في يومك ولا لا. وخد بالك انك لو عندك وقت في يومك وما عندكش طاقة، مستحيل تقدر تخلص المهام، لازم يبقى عندك وقت وطاقة. فانت بتيجي اخر الاسبوع وتشوف تقييمك لكل يوم، زي ما قلت لك انت هتكتبه يا فوقيه يا تحتيه، وتيجي في اخر الاسبوع تشوف تقييمك في كل يوم كان عامل ايه. وليكن مثلا يوم الاثنين كان تقييمك 60% زي ما انت كتبته، فانت تقوم جاي واخد مهمة من مهام يوم الاثنين تحطها في اي يوم تاني فاضي، او اي يوم تاني طاقتك فيه كانت عالية، علشان بما اني كانت طاقتك يوم الاثنين قليلة، يبقى المهام كانت كتيرة وانت ملحقتش تخلصها، وتفضل تعمل نفس الموضوع ده على كل ايام الاسبوع. وخد بالك انا مش بقول ان طاقتك في اليوم تبقى 100%، لا ده مستحيل اصلا. انت لو 85% انت ممتاز وزي الفل. بالنسبة لاخر محور معانا في الحلقة، وهو لازم تاخد يوم اجازة، لازم يوم كامل ما تعملش فيه اي حاجة غير الراحة. انا مثلا على سبيل المثال اجازتي يوم الجمعة، ده اليوم الفاضي بالنسبة لي. انت شوف اني يوم فاضي بالنسبة لك وخده اجازة، بس خد بالك لازم تاخد يوم اجازة في الاسبوع. وعايز اقولك انك بعد ما تطبق كل النصائح اللي سمعتها في الفيديو ده، هتيجي وهتقولي والله بقى عندي وقت مش عارف اوديه فين،
ولا عارف اعمل فيه ايه. شوف انا مش عارف، ولكن والله ثم والله لو عملت بكل النصائح اللي في الفيديو ده لا هتيجي وتقولي انا بقى عندي وقت مش عارف اعمل فيه ايه، لان انا مش جايب لك كلام كتب، انا جايب لك اللي حصل معايا انا شخصيا، وهستنى ردك في التعليقات وانت بتقولي من كتر الوقت مش عارف اعمل فيه ايه. واخيرا شوفوا حضراتكم عايزين الفيديو الجاي عن ايه وعرفوني في التعليقات، واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار يكتبولي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وسلام.